اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله. برحب بكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. معاكم لمده ساعه على الهواء ان شاء الله، طبعا في انتظار كل اسئلتكم واستفساراتكم على الارقام اللي بتظهر معانا حالا على الشاشه. لسه مكملين برضو اطباقنا لعيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين وكثفوا بقى الدعوات الايام دي، ربنا ان شاء الله يا رب يتقبل منكم. عندنا النهارده 3 حاجات. عندنا صينيه كبده في الفرن، للي مش حابب يعملها من فوق هيعملها بطريقه طعمها حلوه قوي وفي نفس الوقت فيها مكونات حلوه جدا. عندنا كمان يعني نمره 1 في اي بيت مصري هي الفته المصري. كنت متردده الحقيقه اعملها ما اعملهاش، اعملها ما اعملهاش، بعدين لا يعني هعملها علشان للي حاببها فهعملها لكم بطريقتي، او للي مش عارف يعملها مثلا حلو، او للي عايز يدخل فيها حاجه جديده فهنعملها النهارده بطريقه طعمها حلو قوي. وهنعمل كمان فته يمكن مختلفه شويه. احنا اليومين دول كمان هنعمل يعني انواع فته مختلفه. بكره برضو ان شاء الله هنعمل كمان فتة الكفتة. فتة الكفتة بتتعمل بصوص كده سهل ولطيف جدا، وفي نفس الوقت اللي حابب يعني وصفة الكفتة لوحدها اوكي، اللي مش حابب فبندخلها في طريقة فتة شكلها برضو وطعمها مختلف. تعالوا نبتدي اول حاجة بالفتة. الحقيقة اول حاجة في الفتة انا مش عاملة قطع لحمة كبيرة، انا مقطعة اللحمة شرايح اتخن شوية من شرايح الشاورما، هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا الفته المصري ليها كذا جزء. ليها الرز الابيض، ده رز ابيض عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، هو معانا دلوقتي على النار، بس انا ضفت له فص مستكه علشان يديله طعم حلو. عملنا قبل كده طريقه الرز، هو ان احنا لو عايزينها بطريقه لايت اكتر فبنخلي الميه تغلي. كوبايه الرز المصري عليها تقريبا من كوبايه وربع لكوبايه ونص من الميه. انا بعمل طريقه كده لايت وسريعه، انا بخلي الميه تغلي بنزل فيها بمعلقه من الزيت، الملح طبعا بتاعها، فص مستكه، بعد كده بنزل بالرز. مجرد ما بيغلي ويبتدي يتشرب بوطي عليه. ده كده الرز عندنا على النار. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ صوص الطماطم او صوص الفته بتاعنا، ده كده برده جزء. الجزء الثاني فيه الجزء الثالث عندنا اللحمه هيبقى فيها النهارده تريكه كده صغيره قوي، وهي هعملها بخل البلسمك فبتدي مزازه وطعم حلو. النقطه المهمه وبتخلي طعم الفته الحمد لله يعني مختلف، هو انا مش بجيب عيش ناشف او محمص وابتدي ان انا اكسره وبحطه مع الفته، لا انا بحمص العيش بس مش بحمصه في زيت، يعني مش بقليه خلاص، بقليه كده بكميه معينه من الدهون، وكمان مش بدخله الفرن. يعني انا بحب ادخل كده طعم حلو للحاجه ويكون طعم مختلف. فانا من عشاق الفته الحقيقه، ويعني لو اكلتها كل يوم ما بزهقش منها، فبحبها بالطعم ده. ان شاء الله هجربوها. معانا جزء كمان في الفته وهي الطشه الاخيره اللي على وش الفته، ودي انا بعملها بالكزبره الخضراء بيكون طعمها حلو جدا. هنشوف مع بعض الخطوات عشان ما نتلخبطش. اول حاجه ممكن حابه ابتديها هي اللحمه. ده كده هنا الرز عندي ده خلاص اوريدي مستوي. انا هنا بس هسخن طاسه، والحله الثانيه دي عندي رز بسمتي، ده كاري او كركم مع سنه قرفه بنفس برضو الطريقه، بس رز بسمتي بياخد 2 كوباية من الميه. طيب هناخد فاصل سريع جدا ونرجع مع بعض نكمل بقيه وصفاتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا عندي هنا طاسه فيها معلقتين من الزيت سخنه جدا على النار، هبتدي انزل باللحمه بتاعتي خلاص شرايح اللحمه دي. اوزع بس اللي مش طايل الحراره خلاص. انا عايزه اشوح اللحمه وتاخد طعم حلو. طبعا اللي حابب يسلقها ممكن جدا، بس جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. طيب انا مش هقلبها دلوقتي، اجيب بس طبق اسند عليه المعلقه. تعالوا واللحمه كده شغاله معانا نعمل نعمل صوص الطماطم خلاص عشان نبقى كمان خلصنا منه. صوص الطماطم عندنا عباره عن ايه؟ عندي حوالي 4 فصوص من الثوم، اوكي، عندي معلقتين من معجون الطماطم، عندي 2 كوباية من عصير الطماطم، وعندي معلقتين من الخل. طبعا بتضاعفوا الكميه زي طبعا ما تحبوا. بصوا انا هنا ببدا كمان اشوح اهو اللحمه، ما نزلتش معايا ميه، ابتدي اهو
اقلبها عشان كلها تاخد معايا الحراره والطعم الحلو. اتفقنا انه بتدي طعم حلو قوي التشويحه دي. وشايفين شكل التقطيعه اهي معانا، التقطيعه اللي بقول لكم عليها بدل ما تكون قطعه كبيره خلاص اهي بالشكل ده، يعني اللي حابب طبعا. طيب عندي هنا زيت على النار، عندي حوالي 4-5 فصوص من الثوم، عندي معلقتين خل، معلقتين من معجون الطماطم، وعندي كوبايتين من عصير الطماطم، ملح وفلفل وكزبره ناشفه. كزبره ناشفه مهمه جدا عندي في الوصفه، يعني في صلصه الطماطم دي، حتى برضو بستخدمها في صلصه الكشري، بتدي طعم حلو جدا. طيب هنزل هنا كده بالثوم. اوكي انا مش عايزه الثوم يلون معايا، مجرد بس ما تبتدي ريحه الثوم تطلع وبيصفر شويه معايا، ابتدي انا اعمل ايه؟ ابتدي انزل بالخل ومعجون الطماطم والطماطم المعصوره او عصير الطماطم. خلاص اهي بصوا هنا الريحه اهي بدات تطلع معايا اهي للثوم اهي. بصوا شايفين كده زي ما هي، شايفين كده معايا اهي. مش عايزاها تاخد لون بني، والحاجات دي بتغير جدا جدا يا جماعه في الطعم. هقفلها هنا اهو، معلقتين من الخل، معجون الطماطم. اصلا الطشه لوحدها يعني كفيله انها تجوع اي حد اهي. خلاص وابتدي انزل هنا بعصير الطماطم. اوكي دي الصلصه بتاعه الفته المصري بتاعتنا. طيب هنزل عليها بملح وفلفل وكزبره ناشفه، ويبقى انا كده خلصت صوص الطماطم. وايه كمان؟ واللحمه معانا على النار. اللحمه طبعا هننزل بقى بشويه ميه شويه في شويه لحد لما تستوي معايا، يبقى ليها ملح وفلفل وبهارات. اوكي علشان تطعمها طبعا معايا. وفي الاخر خالص هنزل عليها بالخل البلسمك برضو، يعني دي اضافه اختياري للي حابب، مش حابب خلاص مفيش اي مشكله. تمام هقلب هنا اهو كده اللحمه. انا هنا في المرحله دي كده اللحمه اخدت معايا لون، هنزل هنا بالفلفل وبالبهارات وبالقرفه. ادي الفلفل وادي القرفه، يعني رشه كده بتفرق جدا الحقيقه في الطعم. بهارات، طعم البهارات دي تتحمص معايا شويه على النار وطلع معايا ريحه وطعم حلو. ابتدي انزل الميه شويه بشويه لحد لما تستوي معايا اللحمه. واخر حاجه خالص هيكون معلقتين الخل البلسمك اهي. بصوا هي كده ما فيهاش اي سوائل خالص. هبتدي انزل كده بشويه ميه اوكي، وهسيبها معايا على نار. لسه ما ضفتش ملح، الملح مش هضيفه دلوقتي. طيب تعالوا نعمل مع بعض ايه الحاجات بقى اللي تدخل الفرن عشان بعد كده نعيش في الحاجات اللي على النار. هنعمل مع بعض دلوقتي صينيه الكبده في الفرن، وهي الحقيقه وصفه كنت عاملاها من فتره كبيره جدا جدا. طعمها حلو وطريقه سهله وبسيطه. الناس كمان اللي واخده ان هي لما مثلا بتذبح بتاكل الكبده بتفطر بيها، يعني اللي حابب في غدا. انا الحقيقه مش معه خالص، او انا يعني ما بعملش ده. هو انا بفطر دايما فول وطعميه وبتنجان وفلفل، ماليش في جو اللحوم اللي على الصبح ده. طيب تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. عندي نص كيلو كبده متقطعه شرايح. اوكي هجيب الكبده بتاعتي هعصر عليها، هشطفها بس شويه بميه، بس مش تحت ميه كتير، وهعصر عليها ليمون على انه فيتامين سي، والكبده فيها حديد، ففيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. اي حد حاسس انه الكبده فيها ريحه زفاره بينقعها بس شويه في لبن وبعد كده بيصفيها تبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب انا عندي هنا فلفل الوان، وعندي فلفل حار اخضر برضو واحمر، وعندي هنا بقدونس، عندي جزر مبشور، عندي نص كيلو من الكبده الشرايح، وعندنا عصير ليمون خلاص،
وعندي ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. طيب تعالوا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنزل كده هنا دي بالكبده بتاعتي. ركزوا في الطريقه عشان طريقه سهله على فكره وحلوه جدا بدل ما تعملوها على النار. ادي عصير ليمون، ممكن على فكره بقدونس وممكن كزبره زي ما تحبوا. ادي كده شويه من البقدونس، ادي الملح، انا هتبلها الاول وبعدين انزل عليها بالخضار بتاعي. ادي الكمون، ان هي الكبده بتحب الكمون والكزبره الناشفه. خلاص فلفل، كزبره الجافه اهي. تمام لحد كده. طيب انا هنا هتبل الكبده بتاعتي كويس جدا اهي. اللي حابب زي ما هي كده يدخلها الفرن مفيش اي مشكله، حابب ياخدها تشويح على النار تمام جدا. حابين بقى تدخلوا الاضافات اللي احنا هندخلها دي بتكون الحقيقه اطعم بكتير. انا كده تبلتها بايه؟ ملح وفلفل وكمون وكزبره بقدونس وليمون. خلاص ادي كده عندي هنا الجزر وادي مجموعه الفلفل. يبقى انا هنا اكلت لحوم في العيد، لكن مهم جدا ان انا ادخل يا جماعه الخضروات مع اللحوم دي، فعشان كده هتلاقوا يعني وصفه ووصفه، يعني عاملين حاجات كده وعاملين حاجات كده. خلاص اهي بصوا حتى الوانها وشكلها وبيكون طعمها حلو جدا. حد هيسالني طب هتستوي في الفرن؟ هتستوي، احنا بس يعني من كل فتره للتانيه كده، يعني مثلا كل مثلا 5 دقائق 7 دقائق بقلبها بس علشان تتوزع الحراره فيها، واللي على الوش ما يبقاش ناشف واللي تحت يكون طري وكده. خلاص انا اهو خلص معايا طبق الكبده، هدخله على الفرن على طول. درجه حراره كام؟ درجه حراره 220. تمام. يبقى ده كده تاني طبق لينا في المنيو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين لو احنا محضرين كل حاجه الموضوع مش هياخد مننا وقت خالص، يعني 5 دقايق اخد مننا 5 دقايق لو احنا محضرين كل حاجه طبعا حوالينا. بصوا انا نسيت حاجه مهمه جدا في الكبده، ما تنفعش الكبده من غيرها، وهي الثوم. فانا هطلع دلوقتي بس الصينيه، هضيف عليها فصين الثوم واقلبها معاها وادخلها تاني. الثوم مهم قوي قوي اهو، فصين كده من الثوم. بيفرق تماما في الريحه والطعم. تمام لحد كده. طيب هندخل بقى على الفرن. اقلب بس صوص الطماطم ده اهو بيغلي معانا، يعني غلوتين كمان ويبقى جاهز معانا. اللحمه برضو اهي عندي على النار، مجرد بس ما تتشرب الميه بتاعتها هبتدي اضيف لها شويه تاني لحد لما تستوي معايا. ياسر ازيك؟ السلام عليكم، ازيك يا بطني؟ وعليكم السلام، كل سنه وانت طيب. وعيد سعيد عليكي وعلى اسره البرنامج وعلى مصر كلها يا رب، عيد سعيد عليكم جميعا. امين يا رب، علينا كلنا يا رب. بحييكي، ايه الكبده الجميله دي والطريقه الحلوه دي؟ تسلم لي، ربنا يخليك يا رب. لا بجد حاجه مميزه. بشكرك جدا. ما شاء الله. لا بجد والله ما شاء الله عليكي يعني. تسلم ربنا يخليك، يعني حضرتك الاحسن اكيد. لا الله يكرمك يا رب. انا عايز احييكي بجد على ضيوفك اللي انت بتختاريهم بعنايه. ما شاء الله حنان امبارح مدام حنان كانت عامله معاكي حلقه جميله جدا. الحقيقه شاطره جدا فعلا وحاجتها كلها كانت مختلفه. لا انا بحييكي بجد وبحييها، هي شغلها مميز وكان جميل جدا، وهي اصلا شغلها مميز، بس ما شاء الله عليكي في اختيارك احسنت الاختيار. ربنا يخليك، تسلم يا رب. الله يكرمك ودايما بالتوفيق كده والنجاح يا رب، وعيد سعيد عليك يا شيخ بسمه، ودايما في تقدم وازدهار. ربنا يخليك بدعواتكم، ربنا يكرمك. الله يكرمك. ميرسي جدا شيف ياسر، بشكرك جدا، كل سنه وانت طيب. تعالوا نعمل فتة الكفته. ليها خطوات او اجزاء. اول جزء اللي هو الرز، احنا خلاص قلنا عليه رز بسمتي، سواء بسمتي سواء مصري، بس خلوه بسنه كركم وسنه كاري وسنه قرفه، بيدي طعم بسيط بس جدا. خلاص بعد كده عندنا الكفته، وبعدين عندنا الصوص بتاعه. هنقول على الكفته الاول. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه ناعم، وعندي بصلايه صغيره مفرومه باخد بس التفل بتاعها، وعندي هنا بقدونس، وعندي ملح وفلفل وايه كمان وبهارات وقرفه.
طيب عندي هنا ادي الكفته، هنزل هنا كده بالملح، وهناخد الفلفل والبهارات والقرفه. تاني عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، ملح وفلفل، بهارات وقرفه، بصلايه صغيره مفرومه، وعندي يعني البقدونس اضافه كده للي حابب يضيف بقدونس اوكي، مش حابب خلاص، اللي حابب يضيف كمان نعناع بتبقى حلوه جدا. اجيب بس ايه الصينيه بتاعتي عشان كمان ندخلها بعد كده الفرن ونركز بعد كده في الحاجات اللي على النار. طيب انا هقلب كل المكونات دي مع بعض عندي كويس جدا. خلاص عندي سيخ اشكل عليه الكفته ماشي، عندي مثلا عصايه مثلا خشب شكلها زي شكل السيخ الايد مثلا بتاعتها، بلفها بس ببلاستيك كده او بكلينج فيلم علشان تبقى نظيفه وانا بصبع عليها الكفته. اوكي الحقيقه ما لقيتش عندي يعني ولا ده ولا ده، فعملت ايه بقى؟ جبت العصيان اللي هي بتاعت الكيك بوبس خلاص او اللولي بوب، 4 كده مع بعض وعملتهم بالكلينج فيلم خلاص، فبقت عندي اهي بالشكل ده كده. خلاص دول كده 4 مع بعض. دي هصبع عليها الكفته مش عشان تدخل بيها الفرن، لا علشان تكون مفرغه من جوه زي اللي بنشتريها من بره بتكون على الاسياخ. خلاص اهي كده بدمج بس كل المكونات دي عندي مع بعض كويس قوي اهي تمام. لحد كده هبتدي هنا اخد حسب بقى طبعا الحجم اللي انا عايزاه في الكفته اهي، مش عايزين برضو نعملها كبيره قوي علشان هي هتكون يعني على رز كانها يعني فته، ففي الحاله دي يعني عايزينها ايه يعني قد قطمتين كده 3. خلاص اهي بالشكل ده. او اللي عايز يصبعها على طول طبعا من غير اللي انا بعمله ده اوكي برضو مفيش اي مشكله. حابين تجهزوها من دلوقتي يا جماعه وتدخلوها عندكم الفريزر برضو ممكن. بصوا هي اهي بتبقى مفرغه اهي اهو زي ما احنا شايفين. خلاص فزي ما قلت لكم حابين تخلوها تجهزوها وتدخلوها من دلوقتي في الفريزر وتخرج على طول على الفرن، برضو بتسهلوا كل ده وقتكم علشان لو جاي لكم ضيوف ما يبقاش طول اليوم انا في المطبخ. نحمص العيش من دلوقتي، لو هنحمص رقاق يعني فتة الكفته انا مش عاملاها بعيش، الرقاق الطري اللي احنا عملناه ممكن يعني رقاق مخصوص اقطعه واحمره، او الاطراف اللي بتزيد من باقي الصينيه. يعني انا مثلا بقطع الرقاق ده على قد الصينيه، فالاطراف دي انا مش برميها زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، باخدها بقطعها وبحمرها. انا بس هنا عايزه اعمل حاجه. بصوا انا هنا اللحمه عندي نشفت، ابتدي انزل بشويه ميه تاني. خلاص فاحنا ممكن نحمص العيش زي ما قلت لكم من دلوقتي، نعصج اللحمه المفرومه من دلوقتي، نجهز لو هنجهز كوبيبه، نجهز كفته عندنا تدخل في الفريزر، نجهز الصلصات بتاعه لو بنعمل صوصات زي اللي هنعمله النهارده مع صوص الفتة الكفته اللي هو زبادي وطحينه والثوم والحاجات دي، بجهزها برضو بخليها عندي في علبه. يعني احنا الموضوع كله يعني يومين وخلاص يعني. ايه تاني؟ صوص الفته اللي هو صوص الطماطم ده اللي انا هقفل عليه دلوقتي اهو كده، برضو اجهزه وهخليه في عندي في الفريزر. السلطات اللي هي زي البابا غنوج والطحين انا ممكن برضو اجهزها، مهم جدا جدا بس تكون في علب محكمه وتدخل طبعا التلاجة مش الفريزر. صدقوني كل ده بيفرق معاكم جدا جدا في الوقت، بتلاقوا نفسكم انتوا مرتاحين جدا، سواء جالكم ضيوف ما جاش ضيوف انا عندي حاجتي جاهزه. مش هبقى حيرانه انا هعمل اكل ايه، لا انا اللي انا عايزاه هخرجه عندي من الفريزر او من التلاجة ويكون جاهز عندي. فحقيقي التحضيرات دي بتفرق. الرقاق طبعا يعني مش هعمله، لكن هيكون عندي رقاق اوريدي جاهز، هيكون عندي اللحمه المفرومه خلاص هي متعصجه وموجوده عندي في الفريزر. فكل الحاجات دي بتفرق جدا في الوقت، وغلبه بقى ان احنا ما نفضلش واقفين طول اليوم في المطبخ، فبتفرق كتير. اهو انا بصبع كده عندي الكفته بالشكل ده. طبعا بما ان هي متصبعه مثلا على سيخ او على اي حاجه مثلا ايد
بقول لكم زي معلقه خشب او حاجه كده، فبالتالي ما بتاخدش وقت في السوا لان هي تكون مفرغه من جوه، فانا مش مستنيه ان هي تستوي من جوه، هي اوريدي ما فيهاش حاجه من جوه اصلا. خلاص اهي بسحبها كده اهي وبظبط شكلها تاني. يعني بنحاول على قد ما نقدر بس افكار كده بسيطه للي عارفها يعني اوكي، اللي مش عارفها فبنبقى بالنسبه لكم فكره جديده ممكن وانا بعمل الوصفه دي فتيجي فكره مختلفه تماما في دماغكم. يعني بنحاول كده على قد ما نقدر ندي افكار بسيطه. انا مثلا لو حد قدامي قاعد بيتكلم في الاكل، طبعا احنا يعني شغلي مطبخ والبيت مطبخ، ولو هنخرج نقعد نتكلم برضو في المطبخ والاكل، بس وين تسمعي كده وصفه ساعات تجيلك وصفه تانية مختلفه في دماغك او فكره مختلفه. استاذ علي ازيك؟ ايوه السلام عليكم، ازيك يا شيخ بسمة؟ وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. كنت عايز اسالك بس النبي سؤال صغير. كنت عايز اسال على الجلاش اللي هو الحادق. كنت عايز بس طريقه ليه كويسه بحيث ما يطلعش متعجن، وفي نفس الوقت برضه اما يبات تاني يوم ما ينشفش برضه، ما يبقاش ناشف قوي برضه يعني. انت عايز الجلاش يكون طري؟ يكون طري حاضر ماشي. شكرا من عينيا الاثنين. شكرا يا شيخ. بشكرك جدا. انا هدخل الكفته عندي من تحت على الصاجه شويه كده، هرفعها تحت الشوايه مش هتاخد معايا وقت. بما ان انا فتحت الفرن هعمل ايه؟ هقلب الكبده. نجيب بس مساكه بص بدأت اصلا تستوي اهي معانا، بس انا بقلبها عشان كله ياخد الطعم والريحه والسوى والحراره جوه الفرن اهي. تمام كده، خلصنا كده الحاجات دي. هناخد فاصل سريع جدا ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. نكمل بقيه وصفاتنا. عندنا الكفته في الفرن، عندنا الكبده كمان في الفرن. صوص الطماطم خلص، اللحمه لسه على النار. طيب ناقص لنا ايه؟ هنعمل العيش بتاع الفته، والحقيقه انا بحب اعمله قوي قوي بالطريقه دي. عيش بلدي عادي متقطع عادي جدا. احنا عارفين طبعا العيش ده بياخد سمنه كتير، فانا هعمله بزيت، لكن هاخد معلقه واحده من السمنه تديلي طعم. خلاص يعني هاخد الطعم لكن مش هاخد السمنه ذات نفسها كتير. طيب انا هاخد هنا كده اهي معلقه من السمنه خلاص، وحوالي كده معلقتين او 3 معالق من الزيت. حلو لحد كده. هاخد هنا عندي فصين من الثوم، والحقيقه ده اللي بيدي بقى التيست الرائع جدا للعيش. مجرد بس ما يبتدي يظهر معايا ريحه الثوم انا هبتدي انزل بالعيش وابتدي اقلب لحد لما يتحمص معايا. خلاص سهله وبسيطه اهي جدا. تاني عندي معلقه واحده من السمنه وحوالي معلقتين او 3 من الزيت حسب كميه العيش طبعا، وحوالي فصين من الثوم اهي. بصوا ريحه الثوم هنا بدات تظهر معايا، ولسه ريحتها هتكتر اكتر وهو على النار طبعا. انزل اهو كده بالعيش، ابتدي احمص عندي العيش في السمنه والزيت. اللي حابب طبعا يعملها بزيت بس اوكي، بس انا هنا اديت الطعم لكن ما اخدتش كميه السمنه اللي بتتحط دايما في العيش. طبعا نقطه مهمه جدا يا جماعه في الفته، يعني فته يعني العيش يكون مقرمش فيها، ما ينفعش اكون مش حاسه بالعيش، يعني باكل الرز والعيش مع الصلصه كانهم عجينه كانهم طعم واحد. ويمكن في ناس ما بتحبش الفته على فكره علشان الطعم اللي هي دقيته ده او اتعودت عليه، فهي لا، الفكره انه لازم يكون، يعني الفكره مش ان انا اقعد انزل بشوربه كتير على العيش لحد ما يطرى، لا. طب هو يعني كنا جايبينه ليه ناشف من الاول او محمصينه ليه لما نفضل ننزل بالشوربه عشان يطرى؟ حط عيش طري وخلاص. فلا، هي الفكره انه لازم نحس بالقرمشه بتاعه العيش دي، والرز عندنا طري والصوص بيطريه شويه فكفايه. مدام ناديه ازيك؟ مدام ناديه الو.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ بسمة؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه واسرتك طيبه. وانت بالصحه والسلامه. عيد سعيد عليك وعلى كل افراد اسرتك يا رب. يا رب امين جميعا. ما نتحرمش من طلتك الجميله علينا يا رب في كل وقت. تسلمي لي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. بس اسمحي يا شيخ بسمة، بس الحلقه بتاعت امبارح اللي هي الميوز اللي هي قدمتها مدام حنان اللي كانت مع حضرتك، بس ممكن حضرتك تعيدها لنا بس عشان ما لحقتش يعني اركز فيها شوية. والله بص، يعني لو عندنا وقت اوكي، بس انا طبعا مش هقدر يعني اقول تفاصيلها زي ما هي بتعملها، ان هي وصفاتها هي، بس لو عرفتي في الاخر عينيا حاضر. شكرا يا حبيبتي. بشكرك قوي على ذوقك يا شيخ. ميرسي يا مدام ناديه. تعبينك معانا معلش. لا يا حبيبتي خالص، انا يعني بعمل الحاجات دي وانا مبسوطه جدا. لا ربنا يعينك يا رب. تسلمي لي يا رب. مع الف سلامه. يا مدام ناديه بشكرك. بص انا هنزل هنا بشويه ميه كمان، والاخر شويه بقى خلاص للحم. طبعا انا حابه اشكر جدا جدا، انا كتبت كده على الفيسبوك على البيج عندي انه انا محتاجه دعوه في الايام الحلوه دي، فكم الناس بجد، يعني غير بقى كم الناس، كم الاحساس الحلو اللي انا حسيته في الكلام اللي انتوا دعيتوا لي بيه، يعني يا رب ليكم نفس الدعوات ان شاء الله. ففعلا بشكركم اسم علشان ما انساش حد. كتر الف خيركم بجد على كل كلمه دعيتوا لي بيها. طيب انا هنا اهو بحمص العيش خلاص، ههدي بس عليه شويه عشان مش عايزاه يتلسع معايا. الكبده عندنا في الفرن، الكفته اهي. بصوا الكفته انا كده حطاها تحت الشوايه يا جماعه. بصوا نقرب كده بس مع بعض خلاص اهي. شايفين شكل الكفته معانا اهي، ولا فكت ولا اي حاجه خالص، ولا ضفنا عليها دهون. هو المفروض ان كل نص كيلو لحمه حوالي 100 جرام دهون، انا اكتفيت بالدهون اللي جوه اللحمه نفسها، يعني مش محتاجين دهون تاني. طيب بصوا اهي العيش، انا زي ما قلت لكم انا مهديه عليه النار شويه. اللحمه عندي على النار، ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الطشه بتاعه الفته المصري، وناقص الصوص بتاع الكفته. ايه الصوص بقى بتاع الكفته ده؟ 3 علب زبادي صغيرين، معلقتين كبار من الطحينه الخام، وعندي فين الثوم؟ عندي ليمون وخل وثوم. ليمون خل ثوم، ادي الخل وادي الثوم، ملح وفلفل. حلو كده الكلام. اجيب بس بوله اقلب فيها كل المكونات بتاعتي دي. يبقى اللحمه على النار، العيش حمصناه في ايه؟ معلقه واحده من السمنه، شويه من الزيت حسب كميه العيش. خلاص عايزه اقول لكم اصلا يعني يتاكل حاف، ريحته حلوه جدا. جربوا بالوصفه دي، اللي ما بيعملوش بالطريقه دي يجرب بالوصفه دي. ساعات بعمل حاجه تانية فيه، لو انا مثلا محمصاه في الفرن، شويه من الطشه اللي انا بحطها على الوش دي، لو انا مش عامله الحركه دي ومستعجله، فباخد شويه من الطشه اللي انا هعملها كمان شويه، وابتدي ان انا اقلب معلقه كده منها مع العيش. يا مدام عفاف ازيك؟ مساء الخير. ازيك حبيبتي؟ مساء الفل. ازيك يا رحاب؟ كل سنه وانت طيبه. وانتي بالف صحه وسلامه يا ست الكل. ازيك يا احلى بسمه؟ وربنا يا رب يخلي لك كل اسرتك. الله يخليك. ويخلي لك والدتك ما تتحرميش منها. اللهم امين يا رب. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وبقول لكل يعني مشاهدين البرنامج عشان ما انساش اسامي حد، كلهم كل سنه هم طيبين. وانتي طيبه وكل شعب مصر هو طيب يا رب. وانتي طيبه يا حبيبتي. ميرسي جدا لذوقك. يعود عليكم الايام بخير، ويبقى شعب مصر كله بخير يا رب. يا رب امين. امين يا ست الكل. عيش حبيبتي. بشكرك جدا. عايد عليكي بس. ميرسي كلك ذوق والله يا مدام عفاف. ميرسي جدا ليكي حبيبتي. بشكرك يا مدام عفاف. احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنعمل الصوص بتاع الكفته. خلاص معلقتين الطحينه، وعندي الزبادي نزلت عليه بالليمون وبالخل وبالثوم. خلاص بس لسه ما نزلتش بملح وفلفل. اهم هقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، بس من غير ما نوقع حاجه من الطبق. خلاص اهي كده العيش خلاص انا شيلته من على النار. ادي كده الصوص بتاعي، ملح بس وسنه فلفل، ونروح سريعا كمان نبص على الكفته. الصوص خلاص جهز معايا. اشيل الحاجات اللي انا مش محتاجاها وابص على الكفته. تمام.
ننزلها شويه كده هنا كمان من تحت كده سنه صغيره، وادي كده تقليبه للكبده. خلاص اهي. طبعا الخضار بينزل الميه بتاعته، عشان اللي هيسال طب هي كده هتستوي، طب هي ما فيهاش ميه، الخضار بينزل الميه بتاعته. كمان عندنا عصير الليمون. طيب اللحمه على النار، صوص الطماطم جاهز، العيش جاهز، الرز عندنا، اللي فاضل الطشه نعملها بالمره ونخلصها علشان نبتدي نقفل اطباقنا، ونعيد بعد كده وصفاتنا بشويش خالص. طيب انا عندي هنا كده معلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت. اللي حابب يضيف معلقه سمنه معاها ممكن، يعني انا تكمله للطعم بس هحط معلقه صغيره. خلاص اهي. طيب عندي توم، عندي خل، عندي كزبره خضراء. توم وخل وكزبره خضراء. الكزبره طعم مختلف خالص، فيعني جربوها. توم، كزبره خضراء وخل، هنا معلقتين من الزيت او 3 معالق حسب الكميه اللي انا حباها، معلقه صغيره من السمنه بس تديلي طعم مش اكتر. خلاص. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هنزل كده بالثوم. اخر استخدام بقى للثوم النهارده، اعتقد استخدمنا ثوم كتير مع بعض. طيب استاذ علي، بالنسبه للجلاش انت هتعمل صينيه الجلاش عادي جدا جدا، ما فيهاش اي ابتكار. كل بس اللي احنا هنحتاجه، وناس كتيره يمكن برضه عارفاها، كوبايه من اللبن او كوبايه ونص من اللبن، عليها بيضايه او 2 بيضه حسب حجم الصينيه. خلاص. ببتدي ان انا اقلبهم مع بعض مع شويه فلفل اسود صغيرين، سنه ملح صغيره، ومعلقه سمنه، وابتدي اسقي بيها الجلاش ده، واسيب الجلاش ده، صينيه الجلاش دي بره نص ساعه، مش هدخلها على الفرن على طول، نص ساعه وبعد كده تدخل الفرن، هتدوق احلى صينيه جلاش. بصوا انا الثوم عندي طلع ريحته، بس انا مش عايزاه يكون لونه غامق. خلاص انا هنزل بالكزبره الخضراء، وبعدين انزل بالخل. بس خلصت اهي معانا الطشه. زي ما قلت لكم، لو انا مش حابه ان انا احمص العيش زي ما انا عملته معاكم، فممكن قوي ان انا العيش عندي متحمص ساده خالص، سواء على النار او في الفرن، اخد معلقه من الطشه دي اقلب فيها العيش. طيب نجيب بقى هنا ايه، بما ان اللحمه لسه على النار فهنبتدي نفتت الكفته الاول. ادي اهو الرز البسمتي، وبرده بتبقى حلوه جدا بالرز المصري، يعني اللي يريحكم واللي متاح عندكم في البيت اعملوها. خلاص اهي. ادي كده الرز. هنعمل اضافه في الاخر حلوه اختياري طبعا اللي حاببها، وهي هتكون اضافه الجبنه الموتزاريلا. تمام كده. بصوا اهو كده الرز، حابين بقى يعني في طاجن، في طبق، وهيدخل الفرن زي ما انتوا تحبوا، يعني الموجود برضو عندكم على حسب انتوا عايزين تقدموه ازاي. حلو كده الكلام. طيب علشان بس في عيش هيتحط على الاطراف. اوكي. اللحمه بصوا اللحمه عشان بس ما نروحش بعيد، انا هاخد هنا كده معلقتين من الخل البلسمك. خلاص. والملح، لان انا ما كنتش ضايفه لها ملح بس، وتتشربها ومش اكتر من كده. اللي حابب يسلقها الاول وبعد كده يسيبها تتشوح وتنشف على النار ويضيف الخل في الاخر، اوكي اهي. خلاص هبتدي احط صوص على الرز، وبعدين نرص عليها الكفته. ماما زوزو كل سنه وانت طيبه. ماما زوزو
ايوه بسومه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ازيك؟ بخير يا ست الكل. دايما منوره يا حبيبتي كده، تسلم ايديكي تسلم ايديكي تسلم ايديكي. بنورك، ربنا يديك الصحه. احنا كده العيد جه النهارده احنا كده. لا 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 لسه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، انت واسرتك والقص بتاع البرنامج وكل حبايبك يا رب. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يخليكي تسلمي لنا يا رب. تسلمي دايما منوره كده، ودايما تعملي الحاجه بايديكي. تسلمي يا رب، ربنا ودعواتك يطمنا دايما عليكي. سلام لحلا ونور وادم وماما وجابر، كلهم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. وكل القص انا سلمت عليهم، بس سلمي لي عليهم تاني. ربنا يخليكي يا ست كل الكل. سنه والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب وطيبين. وانت بالف صحه والسنه وسلامه. الجايه كده يا رب اللي نفسه يحج يبقى على العرفات ان شاء الله. يا رب، اللهم امين يا رب بدعواتك. ان شاء الله ان شاء الله. ما تحرمش منك يا حبيبتي، دايما منورانا. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا ام زوزو، تسلمي لي. تسلمي لي يا حبيبتي. بشكرك جدا. ميرسي يا ست الكل. تسلمي. بشكرك يا ام زوزو، ربنا يديك الصحه يا رب. انا هنا بس حطيت شويه كزبره خضراء تاني. اللحمه هنا خلاص. بصوا انا رصيت هنا كده الكفته على الصوص، وتحت الصوص الايه، الرز. خلاص، بقدونس بالشكل ده. الفته دي تتقدم لحد كده زي الفل. خلاص انا هاخد بس ده الرقاق الطري انا هنا محمصاه. خلاص، وده اللي انا هقدمه. انه الفته دي مش هتبقى حلوه مع العيش البلدي، فممكن عيش ابيض او رقاق طري وبحمصه. خلاص، يعني كل حاجه الحقيقه بيفرق معاها طعم حاجه تانية. يعني لو جربناها بالعيش البلدي مش هتعجبكم، لكن جربوها بالرقاق الطري. انا بس عايزه ابعد دي عن النار. جربوها بالرقاق الطري او جربوها كمان بالعيش الابيض، بتبقى حلوه الحقيقه جدا جدا. اهي ادي كده العيش المحمص او الرقاق المحمص. تمام لحد كده. عايزه بس اخرج الكبده. تمام. بصوا يا جماعه، الكبده اول ما تخرج هنزل عليها كده بعصير ليمونه تاني. خلاص، وايه، وهنقلبها. يعني قبل ما نقدمها هنقلبها. طيب ايه الخطوه اللي انا عايزه اعملها في الفته دي حالا؟ هي ان انا هضيف شويه من الصوص على الوش وشويه من الجبنه الموتزاريلا. اللي حابب اضافه الجبنه الموتزاريلا اوكي، اللي حابب لحد كده بس. حلوه جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله، يعني على ضمانتي. ايه رايكم؟ لا نضيف موتزاريلا ولا ما نضيفش موتزاريلا؟ ها، نصها موتزاريلا. برضه بيقولوا لي نصها ونصها. طيب هنقول حاجه لطيفه، خايفه ابوظ منظرها والله. ممكن نحط في النص بس موتزاريلا. خلاص، والكفته تبقى باينه من الاطراف يعني عشان ما نزعلش حد. بس هدخلها تحت الشوايه، بس يعني الجبنه بس تسيح مش اكتر. الجبنه بس تسيح، مش عايزه حاجه تاني. ننضف بس مكاننا عشان احنا طب ربنا يستر بقى ما يخرجش مكسور. طيب انا هنا بس هنزل الحاجات دي. عايزه اعمل ايه؟ عايزه اقلب الكبده بس، وهقدمها في طبقها. حابين تقدموها مع رز ابيض، بس انا الرز الابيض اللي معايا خلاص هو يعني للفته. ف حابين تاكلوها بعيش ماشي. طبعا فيها فلفل حار، فطبعا بيديها طعم مختلف يعني للي حابب الفلفل الحار. على قد ما بقدر بحاول ان انا تكون الوصفات بس سهله وبسيطه كطريقه وكمقادير. ان شاء الله تعجبكم كطعم كمان باذن الله. اهي اوكي. طبعا الليمون زي ما قلت لكم والثوم بيفرق معاها تماما. اوكي اهي. واخد هنا كده ايه يعني
فلفل هنا كده بسيط اهو. خلاص دي كده عندنا الكبده. نفضل ايه بقى؟ تعالى نبدا بقى الفته المصري. طيب ده الطبق اللي هنقدم فيه. الصوص ده كده انا مش محتاجاه هنا خلاص، او احنا بنخليه طبعا زياده جنب الطبق نفسه. الجبنه هي بدات تسيح جنب الطبق نفسه علشان للي حابب اي صوص زياده. طبعا مش لازم نغرق الطبق كله صوص علشان شكل الطبق نفسه يكون ظاهر معانا وباين، لكن تقدروا ان انتوا تخلوا اضافه الصوص دي على جنب للي حابب زياده. في ناس ما بتحبش صوصات زياده، تحب مثلا تحس بطعم الرز واللحوم دي اكتر، فيعني وات ايفر اللي انتوا حابينه. عايزه بس ميه. بصوا علشان اقلب الرز، فالبوله اللي انا هقلب فيها بس بحط فيها شويه ميه كده عشان لما اكبس فيها بس الرز ينزل معايا. بفضيه في اي بوله تاني. اوكي، اجيب حله الرز بتاعتي. عايزه بس ابص على تمام. هي الجبنه ساحب بس عايزاها تاخد بس جراتيه بسيط. هاخد هنا كده الرز، يعني للي حابب برضو يقدمه كده بشكل يعني بسيط، مش حابين يعني على طول في الصينيه او في الطاجن بتاعكم. اوكي اهي. بس زي ما اتفقنا ان العين هي اللي بتاكل الاول، فمهم قوي ان احنا نظبط اطباقنا بس على قد ما بنقدر. ده حاجات بسيطه بس وبشكل جمالي بسيط. طيب انا هنا اهو ظبطت هنا كده ايه الرز. خلاص هجيب عندي هنا العيش، وهخلي طبعا شويه للجوانب. اوكي، هجيب الطبق بتاعي ده اوكي، ونشيل الحله واخرج بس الطبق. انتوا خايفين انا مطلعه الطبق صح؟ حاسين بيكم. نظبط كده واحدتين عيش كده وقعوا اهو. دي كده هنا الجبنه اللي ساحت هنا عندنا في النص، سايبين الاطراف. مهم جدا ان شكل الكفته في الاخر يبان. بصوا الرز اهو نزل معانا بسهوله من البوله. ليه؟ مش لازم ادهن البوله اصلا زيت، لان هي اوريدي الرز فيه معلقه من الزيت. بدهنه بس ميه، وبفضي الميه وبحط فيه اي رز وبقلبه. طريقه سهله جدا لاي حد شايف انه الرز ما بينزلش من البوله بسرعه. يعني حتى البوله اللي هي الصغيره العاديه، مش البولات الكبيره، برضو تقدروا تعملوا معاها نفس القصه. نلم بس حاجتنا هنا وننضف مكاننا. يبقى انا هنا ادي فتة الكفتة، ادي الكبدة والفتة المصري بتاعتنا. العيش المحمص في الثوم والزيت والسمنة او زيت بس زي ما تحبوا طبعا. وبعد كده الرز الابيض، صوص الطماطم اللي كان عبارة عن 4 فصوص من الثوم في معلقتين من الزيت، وبعد كده بننزل بمعلقتين من الخل، وبعدين عليهم معلقتين من معجون الطماطم، وبعدين كوبايتين عصير الطماطم. بيقولوا لمدة 7 دقايق على النار، ملح وفلفل وكزبره جافه. خلاص ادي الصوص اهو. ناخد بس كده باقي العيش. باخد هنا كده العيش اهو على الاطراف. تمام. وابتدي انزل بصوص الطماطم اللي قلنا طبعا عليه. اهي لا ليه؟ خير ربنا كتير اهو.
خلاص. ونبتدي ناخد اللحمه نشفناها خالص وحمرناها خالص، فطعمها طبعا بيفرق مع الخل البلسمك، طعمها بيفرق تماما. ناخدها بقى هنا كده على الوش، واعتقد ان شكلها كده احلى لما تكون قطع كبيره من اللحمه. خلاص اهي. اللي حابب ينزل بالطشه على الرز الاول فوق الصلصه وبعد كده اللحمه ماشي. انا الحقيقه عايزه انزلها على اللحمه نفسها علشان تاخد كمان طعم اقوى. نجيب بس ايه، عايزين معلقه. اهي كده. يبقى دي كده الفته الايه، الفته المصري. بعته ولا لسه؟ مش عايزه اقول لكم بجد الريحه حلوه جدا، ان شاء الله هتعجبكم لو جربتوها. اعتقد هي يعني هتحسوا ان هي المقادير على فكره اللي انتوا بتعملوها مفيش حاجه جديده، بس طبعا اكيد يعني كل واحد ليه كده طعم في اكله. فلو جربتوها بالطريقه دي بجد ان شاء الله هتعجبكم. افكركم تاني باللحمه، احنا عيدنا العيش وعيدنا الصوص، وطبعا الرز ما فيهوش اي حاجه خالص. افكركم تاني باللحمه. اللحمه احنا نزلنا شوحناها في زيت خلاص لحد لما احمرت خالص واخدت تحميصه حلوه. نزلت بفلفل وبهارات وقرفه، شوحتها معاها واخدت طعم وريحه من البهارات دي. شويه ميه في شويه ميه لحد لما تبتدي تستوي اللحمه. اول ما تبتدي تستوي معايا اللحمه ببتدي بعد كده انزل في الاخر خالص بالملح وبالخل البلسمك معلقتين بس مش اكتر. وبكده بتكون جاهزه طبعا معايا. قلنا الصوص الطماطم، قلنا العيش. تعالوا نقول على الكبده. كانت عباره عن نص كيلو من الكبده شرايح او قطعوها التقطيع اللي تحبوها يعني. عندي فلفل الوان، عندي فلفل اخضر واحمر حامي، عندي عصير ليمون والثوم اللي احنا نسيناه بس حطيناه طبعا. عصير ليمون وثوم وملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون. كزبره ناشفه مهمه جدا جدا مع الكبده زي ما انا بحبها برضو في صوص الفته وفي الصوص كمان بتاع الكشري. فكركم بالكفته. الكفته كانت عباره عن ما فيهاش مقادير كتيره. هي نص كيلو من اللحمه المفرومه، ملح وفلفل، بصلايه صغيره متقطعه مكعبات صغيره خالص او مبشوره بس بعصرها وباخد التفل بس علشان ما تفكش معاكم تكون بالشكل ده. عليها طبعا بهارات، عليها سنه من القرفه عشان تدي معاها طعم الحلو. ضفت شويه بقدونس او للي حابب نعناع. بشكلها على سيخ او زي ما قلت لكم ممكن يشكلها على اي حاجه بس تكون رفيعه عشان تكون مفرغه من جوه بالشكل ده طبعا. بس انا نسيت للاسف، لو حطيتوا فحمه فيها طعمها فعلا بيكون مختلف، يعني كانكم فعلا جايبينها من بره. فجربوها طبعا بالفحم مش بكده يعني بالفحم. الصوص كان عباره عن 3 كوبايات صغيرين من الزبادي، معلقتين من الطحينه، معلقتين من الخل، معلقتين برده من عصير الليمون، فصين من الثوم، ملح وفلفل. بقلبهم كلهم مع بعض. طبعا بننزل بجزء من الصوص على الرز وبعد كده الكفته وبعدين شويه تاني على الكفته. طبعا ما نغطيهاش خالص عشان لازم تكون شكلها طبعا واضح، الناس تكون فاهمه احنا قدامنا فتة ايه او الطبق ده عباره عن ايه. وقدمت معاها لا اما عيش ابيض محمص او رقاق طري محمص لكن مش عيش بلدي. يا رب تكون وجبانا النهارده عجبتكم وتكون نالت اعجابكم. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. اشوفكم ان شاء الله بكره ووصفات جديده تعجبكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.